النهارده هقدم معاكم وصفه حلوه قوي للبطاطس بطريقه بقى جديده للاطفال، هتعجبهم قوي. بس اول ما تشوف الفيديو عايزك لايك وشير للفيديو عشان يوصل للناس كلها. اول حاجه هحضر معايا 4 بطاطسات، اكون مسلقاهم وهرساهم كويس جدا ناعم. عليهم كوبايه جبنه رومي مبشوره، ولو مش متوفر بلاش. عليهم كوبايه بقدونس بتبقى حزمه كده صغيره، ملح وفلفل اسود وبابريكا. وهضرب بقى كل الخليط ده كده مع بعضه، وزي ما قلت لك لو الجبنه مش متوفره خلاص. لو عندك جبنه مثلثات ممكن تحطيها، بتدي طعم حلو قوي، بس المهم انت بتديها نكهه حلوه. بس بعد كده هحط عليهم معلقتين نشا. وهعجن العجين دوت بايديا، ولو احتجت نشا تاني هحط معلقه كمان. هجيب بقى المقصوصه اللي كلنا موجوده عندنا في كل بيت. دي انا هجيبها، هحط عليها كده من الظهر، هكور كور كده بتاعه البطاطس، كور صغيره، وهفردها كده عليها عشان تديني الشكل الحلو اللي انت شايفاه ده. بجد الطريقه حلوه وطعمها حلو قوي، وكانت مقرمشه، وكمان كانت هشه من جوه. بعد كده بقى هسيبها كده على الرخامه لغايه لما الزيت بتاعي يسخن على النار، وهبدا انزل عليها زي البطاطس المحمره بالظبط ما بتحمريها. هنزل كل الكميه، هي هتنزل معاكي في القعر بتاع الزيت بالظبط كده في الطاسه. بعد كده هتطلع فوق الوش اول ما تستوى. جميله ومقرمشه وهشه، بصوا عامله ازاي، وكمان بتديكي لون حلو قوي. هتعجب اطفالك قوي. كمان تقدري تقدميها جنب مايونيز او جنب باربيكيو صوص، بتدي طعم حلو قوي وجميله جدا. جربي الوصفه وقولي لي رايك فيها ايه في التعليقات. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. واقول لكم باي باي، مع السلامه في وصفات جديده من وصفات مطبخ الشيف توته.